خالد الغندور جه كحلها عماها. كان عايز يعمل حوار زي النادي القرن الافريقي والجو ده، وكان جايب مستضيف مين بقى؟ مستضيف الكابتن اشرف يوسف. الكابتن كان من ضمن الواقعه اللي كانت حصلت في ماتش 94. كانوا بيلعبوا الاهلي والدنيا كانت ماشيه تمام، والاهلي طرد منه محمد يوسف بادعاء ان الحكم فجاه كده هب في دماغه انا هطرد محمد يوسف. كان في لعبه مشتركه بينه وبين الكابتن اشرف يوسف، فجاه كده انا ونت في دماغي اطرده في ايه عشان ما احتواء. ده الاحتواء طلع من زمان قوي يعني. المهم فكلم مين بقى؟ خالد الغندور كلم كابتن اشرف يوسف، فبيساله بيقول له يعني الواقعه دي كان عامله ايه وكده. وهو كان خالد الغندور متوقع ان اشرف يوسف اللي هيقول لا انا ضربته ومش عارف ايه والكلام ده، مفيش حاجه. قال له والله انا ما اعرفش محمد يوسف اصلا اتطرد ليه. يا نهار اسود. على الكسفه اللي انت فيها يا حازم. بيعملوا قصص وحوارات من خيالاتهم وبيصدقوها، وكل مره بيتفتحوا على الفضائيات، والناحيه الثانيه الاهلي قاعد بيتفرج. يعني انتوا بتقولوا احنا بنتظلم مش عارف ايه واحنا قاعدين بنتفرج، وفي نفس الوقت بتتفتحوا قدامنا واحنا قاعدين بنتفرج. دايما نادي بجمهوره باعلامه اضحوكه لينا.